بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. من بعد إن شاء الله ناخذ درس السادس عشر وهو بعنوان نوافل العبادات. مقدمة بسيطة. هو أنا كاتبين قصة في الكتاب إنه استيقظ كريم من نومه ووجد أمه تصلي ركعتين أثناء الليل، فسألها ما يعني أنت إيش بتصلي يمه؟ قالت أمه أصلي قيام الليل، وهي من النوافل التي ينال المسلم إذا أداها ثوابا عظيما. فإيش معنى؟ طيب أنا سأل أمه إيش هي النافلة وإيش فضلها وإيش أنواعها. الآن في الدرس هذا بدنا نعرف إيش هو الفريضة وإيش هي النافلة والفرق بينهما، أنواع النوافل وفضل النافلة. النافلة أو نبدأ في أول شيء. الفريضة ما أمرنا الشرع به على وجه الإلزام، ما أمرنا الشارع به على وجه الإلزام. الشارع هو الله تعالى. مين هو الذي الأحكام؟ من هو شارع الأحكام؟ هو الله تعالى. ما أمرنا الشرع أو الشارع به على وجه الإلزام، فيثاب فاعله ويعاقب تاركه. لو أنا حكيت لك سؤال، صلاة الظهر لو أنا صليتها باخذ عليها ثواب؟ نعم تاخذ عليها ثواب. طب لو تركتها الله بده يعاقبني عشان تركتها، لأنه هذه فريضة. صوم رمضان لو أنا صمته باخذ عليه ثواب؟ بتاخذ عليه ثواب. طب لو تركته الله بده يعاقبك. فالفريضة ما أمرنا الشرع به على وجه الإلزام، أن نؤديه على وجه الإلزام، لازم تعمله، فيثاب فاعله ويعاقب تاركه. مثال الصلوات الخمس، شهر رمضان، الحج، الزكاة. طيب النافلة عكسها، ما أمرنا الشارع به من غير إلزام، بدك تعمله اعمله، بدكش تعمله إن شاء الله ما عملته، فيثاب فاعله ولا يأثم تاركه. الآن لو واحد بيقيم الليل بياخذ اجر وبياخذ بياخذ اجر. طب لو بديش تقيم الليل خلص انت حر، بدكش تصلي خلص. فمثال حكينا قيام الليل، صلاة الضحى، الصدقات، زي هيك. طب لو اجى سؤال علل، يجدر بالمسلم المحافظة على صلاة النافلة أو النوافل. يجدر بالمسلم المحافظة على النافلة. ليش؟ أول شيء اقتداء بالنبي، النبي كان يعملها. 2 ينال ثواب الله وهو الجنة. نذهب يعني أنا في تعريفين، الفريضة والنافلة، وفي أنا علل يجدر بالمسلم المحافظة على النافلة. هاي حكينا الجواب إن شاء الله راح يكون على الشاشة. طيب أنواع النوافل، أنواع نوافل العبادات 3 شغلات: صلاة النافلة، صيام النافلة، صدقة النافلة. صلاة النافلة، صيام النافلة، صدقة النافلة. نمسك صلاة النافلة تنقسم إلى قسمين: الرواتب، نوافل رواتب، نوافل غير رواتب. ايش يعني الرواتب؟ الرواتب يعني ما واظب عليها النبي، الرسول كان كل مرة يعملها. طب غير رواتب لم يواظب عليها النبي. فنوافل الرواتب هي التابعة لصلاة الفرائض. نوافل الرواتب الراتبة هي التابعة لصلاة الفرائض. ايش الفرائض؟ الظهر، عصر، المغرب، عشاء، فجر. طب ايش هما؟ ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر. وفي هنا بحكي لك الافضل نصلي قبل الظهر 4 و4 بعدها، لانه بحكي لك من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4 حرم جسده على النار. ولكن الرسول كان بيصلي 2 قبل الظهر، وكان يعني داوم عليها 2 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. وكان أمر يصلي 4 وبعدها 4، ولكن كان مداوم عليها 2. طيب العصر ما فلهاش، المغرب إلها ركعتين بعد المغرب، العشاء إلها ركعتين بعد العشاء، والفجر ركعتين قبل الفجر، هيك صاروا 10. في هنا حديث بحكي لك من صلى 12 ركعة في اليوم غير الفرائض بني له بيتا في الجنة. فلو حسبناهم هذول بيطلعوا 10. لا، كان في هنا في الظهر في 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر. يعني هذا ممكن يعني تجيب ل 12 من خلال هذول. يعني لو صليت التنتين لو صليت 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر وتنتين بعدها، وتنتين بعد المغرب، وتنتين بعد العشاء، هي صاروا 12. ممتاز. طيب الآن يعني هنا نوافل الرواتب حكينا هي التابعة للفرائض، وحكينا الرواتب هي التي واظب عليها النبي، وحكينا هم 2 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل الفجر. طيب
النوع الثاني لصلاة النافلة هي النوافل غير رواتب. النوافل غير رواتب هي التي لا تلحق بالصلوات الخمس، لا تلحق بالصلوات الخمس، مثل صلاة الضحى والعيدين والاستسقاء وصلاة الكسوف. هناك نوافل غير رواتب غير مقيدة بعدد، مثل قيام الليل وأيضا صلاة الضحى، وتصلى ذلك في أي وقت غير أوقات الكراهة. غير أوقات الكراهة تصلى تلك الصلوات. أوقات الكراهة في نشاط، ابحث عن أوقات الكراهة. 3 أوقات: بعد الفجر لقبل شروق الشمس، بعد الفجر لقبل شروق الشمس، هذا وقت كراهة ما ينفعش تصلي، يعني يكره الصلاة فيها. بعد الظهر، بعد العصر للمغرب، بعد العصر للمغرب وقت كراهة، بعد المغرب للعشاء وقت كراهة. يعني 3 أوقات هم، نعيدهم: بعد الفجر للشروق لو ما تطلع الشمس، بعد العصر للمغرب، بعد المغرب للعشاء. حاضر. في واحد اكيد ممكن طبعا احنا بنصلي سنة المغرب بعد العشاء، بعد المغرب صليها، بس بعديها ما تصليش غيرها لانه وقت مكروه. فحكينا هنا بيجي سؤال: ما هي الصلاة؟ اذكر مثال عن نوافل غير رواتب. تحكي الضحى، صلاة العيدين، الاستسقاء، صلاة الكسوف. نوافل مطلقة غير مقيدة بعدد: قيام الليل. قيام الليل، ولكن هنا يا طلاب قيام الليل كان على رسول فرض، أما علينا سنة. حاضر. يعني أنا لما حكيت لك ما هي النوافل المطلقة غير مقيدة بعدد، تحكي لي إيش؟ قيام الليل. طيب، صيام النافلة 2. هنا حكينا أنواع النوافل: صلاة النافلة، صيام النافلة، صدقة النافلة. صيام النافلة زي إيش؟ يعني غير رمضان، بس صوم يوم غير رمضان. زي إيش؟ صوم يوم عرفة لغير الحاج، ما ينفعش الحاج يصوم يوم عرفة. صوم عاشوراء، عاشوراء 10 محرم. صوم 6 أيام من شوال. 6 أيام من شوال يعني بعد العيد الفطر بتصوم 6 أيام. بهي لك اللي بصوم 6 أيام بعد عيد الفطر كأنه صام السنة كلها. يعني أنت صمت 30 يوم رمضان، وبعد رمضان صمت 6 أيام بعد عيد الفطر، 6 أيام خلال الشهر، شهر شوال، كأنك صمت سنة كاملة. صوم يومي الاثنين وخميس، اثنين وخميس، صوم اثنين وخميس. وفي صيام داود يوم ورا يوم، يعني صمت السبت بتفلت الأحد بتصوم الاثنين، بتفلت الثلاثة بتصوم الأربعة، زي هيك. هذا كله صيام نافلة، لها أجر الصيام. أن الله يجزي بكل شيء إلا الصيام، فهو يجزي به، هو يجزي به. يعني كل شيء له أجر إلا الصيام، الله اللي بيعطيه أجره. يعني الله أجره عند الله، مش معروف إلا عند الله. يعني شغلة كبيرة. ثالثا صدقة النافلة. إيش هي صدقة النافلة؟ هي ما زاد على الزكاة. الزكاة بحكي لك أنا اللي معاه مصاري كتير، أكثر من أكثر يعني من 85 جرام ذهب، وصار عنده سنة، هذا لازم يطلع زكاة كل سنة مرة. طيب، صدقة النافلة هو ما زاد على الزكاة. يعني مثلا واحد شاف واحد فقاعطه 5 شيكل 10 شيكل، هذا غير الزكاة، غير الزكاة، ما يدفعه المسلم من ماله في وجوه الخير. طيب، فضل النوافل. فضل النوافل: أنا أول واحد محبة الله، ينال محبة الله. 2 سبب استجابة دعائه، الله بيستجيب دعاء مين؟ اللي بيعمل نوافل. فأنا حديث قدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. شوف، أنا حديث قدسي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال. هذا حديث قدسي ولا مش قدسي؟ قدسي. هيو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال. طيب، ايش انا بحكي؟ يستجيب الله دعاءه. ايش؟ وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. يعني الله بحب للشغلات النوافل. وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت رجله، واذا سالني لا اعطينه. اذا سالني عبدي بعطي. هذا سبب استجابه الدعاء. طيب، فضل النوافل ايضا يجبر المسلم بالنافله. يعني هنا اي خلل بيصير بالفرض، اي خلل بيصير بصلاه الفرض وصلاه النافله بتجبر النافله، بتجبر النافله بتجبر الفرض. يعني مثلا يعني عشان اوضح لك الصوره، انت اخذت مثلا من اجر صلاه العصر 90%، طب ضل 10. لو انت صليت مثلا نجيب مثلا صلاه ثانيه، صلاه الظهر في سنه قبل وبعد، لو اخذت من صلاه الظهر 90% مثلا اجر، ضل 10%، وصليت السنن تاخذ ال 100%. يعني تجبر النقص اللي بيصير بالفرائض. 4 من فضل النوافل أن الله يكفر بالنوافل، يكفر الخطايا والذنوب. واحد عمل ذنوب وصلى نوافل، الله إن شاء الله راح يقيم كل ذنوبه. في هنا إضاءة بحكي لك طب كيف بدنا نصلي النوافل؟
كيف بدنا نصلي النوافل؟ في ناس مثلا كده يا دوبها مثلا صلوات الخمس والفرائض، كيف بدنا نصلي النوافل؟ بحكيك من الامور المعينه على اداء النوافل، اول شيء ذو الهمه العاليه، خلي صاحبك يكون ذو همته عاليه. الصحبة الصالحة تعين على فعل الخير، الصحبة الصالحة تعين على فعل الخير. تخيل انت تمشي مع واحد مش ملزم، يا دوب وبيصلي صلوات الفرائض، راح تصير زيه. صاحب ساحب، الكبار دائما كانوا يحكوا صاحب ساحب. فالواحد يكون صاحب مين؟ ذو الهمة العالية، ذو الهمة العالية. وإن شاء الله كلكم من أصحاب الهمم العالية. هذا صح وخطأ. النافلة يثاب فاعلها ويأثم تاركها، خطأ. هذه الفريضة. النوافل تجبر النقص في الفرائض، صح. من الرواتب ركعتان قبل الفجر، صح. من فضل النوافل تكفير الخطايا، صح. طيب، فرق بين النافلة ايش الفرق بين النافلة والفريضة؟ النافلة أمرنا الشرع من غير إلزام، أمرنا الشرع فعلها من غير إلزام فيثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. أما الفريضة أمرنا الشرع بإلزام، أمرنا الشرع بفعلها بإلزام فيثاب فاعله ويعاقب تاركه. طب اذكروا سنن الرواتب من الصلوات، حكيناها: 2 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل الفجر. اذكر 3 من الصلوات النافلة غير راتبة: ضحى، صلاة الاستسقاء، صلاة العيدين، صلاة الكسوف. يحرص المسلم على أداء النوافل. طب ليش؟ أول واحدة اقتداء بالنبي، النبي كان يعمل هيك. 2 نيل محبة الله تعالى والفوز بالجنة. هيك يا طلاب احنا خلصنا الدرس، إن شاء الله استفدتوا. كان معكم أستاذ سلام أبناء.